اهلا بيكم في الحلقه الثالثه ومن حلقات مودو دي ديره. Benvenuti alla terza puntata di Modo di Dire. النهارده هنتكلم على مودو دي ديره جديده، اسبريسيوني نوفا، ازاي بتتقال في الايطالي، ودي زي ما قلنا بتسهل علينا ازاي نعبر عن اللي جوانا بطريقه سهله مفهومه وكرياتيفه، خلينا نقول كده. احنا دي ثالث حلقه، اللي لسه ما اتفرجش عليهم الحلقات اللي فاتت هتلاقيها موجوده في البلاي ليست فوق نتفرج عليها. وكمان عاملين كورس للبيجنر الاونو، هتلاقيه برضو اللينك حاطط لكم فوق اللي حابب يقعد ويراجع حاجات الاساسيات بتاعته. وقريب كده نعمل الادويه والبي اونو والبي دواه وان شاء الله الفينال شدواه. وهتلاقوا برضو يعني بلاي ليست تانية سارية، دي حاجة اسمها كوميدير للإيطاليانو، بتعلم برضو الحاجات الحبشتكنات بتاعت اللغة، ازاي بتكلم، ازاي بقول سوري، ازاي بتأسف لحد، ازاي بسأله على كيف حاله، ازاي الحاجات دي ممكن تبقى حاجات سهلة بالنسبة للناس، وحاجات تانية ممكن تلاقي معلومات زيادة في النص. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وابعتها لاصحابك، خليهم يعني يشتركوا ويستفادوا من اللغة الإيطالية اللي حابب يتعلم طبعا. خلينا نبتدي بسرعة. النهارده خلينا لما حد يقول لك انت يعني بتقول كل حاجه، يعني ما بتعرفش تقعد ساكت، او لما تكون متضايق من حد ما بتعرفش تخبي اللي لسانك، اللي مش عارف اللي في قلبك على بقك، ولا اللي في قلبك على لسانك كده. يعني بقول لحد non ha peli sulla lingua، non ha peli non ha peli sulla lingua، non ha peli sulla lingua اسبرسيوني غريبه شويه، ما عندوش شعر في اللسان، يعني ما بيفلترش الكلام ما بيتفلترش، بيطلع وبيتقال زي ما هو. non avere peli sulla lingua، non avere peli sulla lingua. لما انا اقول لحد questa persona non ha peli sulla lingua، يعني ايه؟ يعني بتقول الكلام زي ما هو مدب، فاهم؟ يعني كده عفوي جدا. فدي برضو اسبرسيون بتستخدم كتير قوي. لما اقول لحد mettere او hai messo il dito nella piaga، hai messo il dito nella piaga يعني عارف لما تكون في موضوع حساس قوي بالنسبه لك، يعني ما بتحبش تتكلم فيه، او اللي بيوجعك تحط ايدك على اللي بيوجعك، يعني هو ده متر الديتون الا بياجا. يعني بياجا يعني حاجه متطبقه متنيه، فانا حطيت صباعي فيها، يعني دوست على حاجه او الموضوع الشائك بتاع الشخص ده. او لما حد يقول له قلت اي ميسو الديتون الا بياجا، يعني دوست على نقطه اللي وجعاني، اللي بتضايقني، اتكلمت في الموضوع اللي فعلا انا ما بحبش اتكلم فيه. mettere il dito nella piaga. في اسبريسيوني تاني لما اقول لك تو سي un ficcanaso، ficcanaso يعني بتحشر، هي ficcanaso حشر المناخير، ficcare يعني يحشر، نازو اللي هو النازو، ficcanaso يعني انت بتحشر مناخيرك. تو سي un ficcanaso، essere un ficcanaso يعني بيحشر نفسه، بيتدخل في الحاجات اللي ملوش دعوه بيها. ficcanaso. لما اقول لحد انت بخيل، انت بخيل، لما اقول له اي le braccine corte، يعني اي le braccine corte يعني انا براتشين اللي هو الدراع، براتشين الدراعات الصغيره، براتشيني كورت يعني دراعاتي قصيره، فما بعرفش احطها في جيبي عشان اجيب فلوس. avere le braccine corte، essere un tirchio، يعني تيركيو يعني واحد بخيل. ساعات بيقول لك افارو دي صعبه شويه، مش بخل عادي، بخل بشده قوي. essere un tirchio يعني essere o avere le braccine corte، avere le braccine corte. اخر حاجه لما انا اقول لحد I can't wait، انا مش قادر استنى، يعني نوصل لمية بيلا، يعني مش نفسي الحاجه دي تحصل. non vedo l'ora، non vedo l'ora، non vedo l'ora يعني انا مش I can't wait اللي انا اعمل الحاجه دي. non vedo l'ora، non vedo l'ora di finire gli studi، non vedo l'ora di partire، non vedo l'ora di incontrare i miei amici،
e di non vedo l'ora. Non vedo l'ora di vederti. Non vedo l'ora di vederti يعني non vedo l'ora اللي أنا أشوفك فيها. non vedo l'ora. non vedo l'ora. خلينا ندي آخر حاجة. ندي آخر حاجة. ogni morte di papa. ogni morte di papa. لما أقول لك حاجة ogni morte di papa vedo questa persona. ogni morte di papa يعني كل فين وفين. ogni morte di papa يعني كل موت بابا. البابا بتاع الفاتيكان مش بيموت كل يوم، مش بيموت كل شهر. اوني مورتي دي بابا يعني كل فين وفين. هي بالظبط كل فين وفين لما بشوف شخص، كل فين وفين لما بروح كده. يعني بقول لك بتشوف فلان اوني مورتي دي بابا. اوني مورتي دي بابا يعني كل فين وفين يعني كواندو كابيتا يعني. اوكي. لما حد يقول لك لو عايز تعبر على حاجه، يا عم ده كل فين وفين لما بيحصل الحاجه دي. اوني مورتي دي بابا. اوني مورتي دي بابا. يا رب يكون عجبكم و non vedo l'ora di vedervi la prossima puntata, il prossimo video. Non vi dimenticate di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e di anche condividere il video con i vostri amici. E vi aspetto per la prossima puntata e arrivederci.